الساعة 2 بالليل وانتي مستنية رسالة منه وهو مش بيرد، ودماغك شغالة في ألف فكرة. هو زعلان، هو بيبعد، وأنا عملت ايه؟ بس السؤال الحقيقي مش ليه هو ساكت، السؤال ليه انتي قلقانة بالشكل ده؟ مش كل علاقة بتوجعك تبقى واضحة انها غلط. في علاقات بتاخد منك حتة صغيرة كل يوم لحد ما في يوم بتصحي تلاقي نفسك مش عارفة انتي مين. عمرك حسيتي انك بقيتي اضعف واقل ثقة؟ تعتذري اكتر ما بتضحكي؟ خليني اقولك الحقيقة اللي ممكن تكون صعبة. ممكن تكوني في علاقة سامة وانتي فاكرة انك انتي بتحبي. خلينا نتكلم بصدق النهاردة. العلاقة السامة مش لازم يكون فيها ضرب، مش لازم يكون فيها شتيمة واضحة. اوقات بتبقى نبرة صوت وتجاهل وبرود وتحكم مغلف بكلمة انا بخاف عليكي. العلاقة الصحيحة بتخليكي تكبري، انما العلاقة السامة بتخليكي تصغري بس بهدوء. زي مثلا هو زعقلك قدام الناس، رجع البيت وقالك انت اللي استفزتيني، وفي الاخر انت اللي بتعتذري. والسؤال هنا، هل دايما انت اللي بتبدأي بالصلح حتى لو مش غلطانة؟ لو دي تبقى اول اشارة. ودايما بتقولي الكلام ده ضايقني، يرد مثلا انت حساسة بزيادة. تقولي له انا متأكدة انك انت قلت كده، يرد لا انت بتتخيلي. مع الوقت بتبدأي تسألي نفسك، هو انا فعلا بتوهم؟ هو انا مكبرة الموضوع؟ لا، ده اسمه تلاعب نفسي، واخطر من اي اهانة مباشرة. في الاول يقولك صحابك مش بيحبوكي زيي، اهلك مش فاهمين علاقتنا. شوية شوية تلاقي نفسك ما بقيتيش بتخرجي، ما بقيتيش تحكي لحد، ما بقيتيش عندك حد غيره. وهنا اسألك، لو حصلت مشكلة كبيرة بينكم هتجري على مين؟ لو ما فيش حد بيفكري كويس. هو يفضل يقولك على طول لو بتحبيني بجد تعملي كده، لو مهتمة بيا هتسيبي شغلك، لو غيران عليا ما تكلميش فلان. الحب الحقيقي مش اختبار، مش مساومة، مش تهديد مبطن. بنت كانت دايما بتحكي كل مرة تزعل منه يختفي يومين، لا يرد ولا يطمن، ويرجع عادي كأن مفيش حاجة حصلت. وهي كانت بتموت من القلق، وهو كان بيعاقبها بالصمت. ده اسمه عقاب عاطفي. خليني أسألك سؤال بصراحة، هو انت مرتاحة؟ مش متعلقة، مش خايفة تخسري، مش مستحملة علشان الذكريات؟ مرتاحة؟ ليه بنفضل في علاقات سامة؟ عشان خوف من الوحدة، وخوف نبدأ من جديد، وتعلق مرضي، وأمل ان الشخص يتغير، وذكريات حلوة بنتمسك بيها. بس لازم تعرفي حاجة مهمة جدا، الشخص اللي بيأذيكي باستمرار مش محتاج وقت يتغير، هو محتاج قرار. وأخطر علامة على الإطلاق انك تبقي فاكرة انك من غيره ولا حاجة. لما ثقتك بنفسك تقل، لما تحسي انك مش كفاية، لما تبقي محتاجة موافقته على كل خطوة، ساعتها العلاقة دي بدأت تاخد منك نفسك. مش كل اللي بنحبه مناسب لينا، مش كل اللي بنخاف نخسره يستاهل نخسر نفسنا عشانه. لو العلاقة دي بتخليكي تبكي اكتر ما بتضحكي، تخافي اكتر ما بتطمني، تتغيري اكتر ما بتكبري، يبقى اسألي نفسك السؤال ده النهاردة قبل بكرة، انا بختار الشخص ده ولا بخاف اختار نفسي؟ لو حسيت ان الفيديو ده بيحكي عنك اكتبيلي في التعليقات كلمة فاهمة، يمكن حد غيرك يقراها ويحس انه مش لوحده. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن اصعب خطوة ازاي تمشي من علاقة سامة من غير ما ترجعي تاني. ما تنسوش تتابعوا القناة، لو في حد عنده قصة او حكاية يكتبها لنا في التعليقات.